الراجل رافع الصخرة وزنها 100 طن برجله بس، ولما الناس التانية جت اتصدموا صدمة عمرهم. مفيش حد في التاريخ قدر يحرك الصخرة الضخمة دي. كانوا فضوليين يعرفوا مين اللي عمل كل ده. في اللحظة دي مجموعة ناس دخلوا مدرسة فنون القتال علشان يتحدوهم. الراجل كان عايز يقاتل باسم المدرسة، بس المدربة منعته. كل الناس كانت فاكرة إن الراجل ما عندوش أي قدرات، فكانوا دايما بيستقلوا بيه. بس هم ما كانوش يعرفوا إن مفيش حد في العالم يقدر يقف قصاد الراجل ده. من 3 سنين ولما كان عايز يبقى أقوى مقاتل، الراجل هزم عدد لا يحصى من الخصوم، وعلشان كده ناس كتير أخدوا عليه موقف. وفي يوم من الأيام وهو بعيد عن البيت، مجموعة ناس هجمت على بيته، واللي تسبب في تغير كبير في عيلته. قبل ما أمه تتوفى طلبت منه ما يستخدمش مهاراته القتالية لمدة 3 سنين، والراجل وعدها. من وقتها وهو مخبي هويته في مدرسة فنون القتال، ومع إن الكل هناك كان بيستقل بيه، إلا إن صاحبة المكان كانت بتعامله كويس. عدت ال3 سنين بسرعة، ولما المواجهين جم بتكبر وغرور، المدربة طلعت الحلبة الأول، بس ما قدرتش تصمد قدام العدو. ركلها بره الحلبة بركلة واحدة، وكمان كان عايز يشتري مدرسة الفنون من صاحبتها بعملة واحدة بس. صاحبة المكان رفضت تماما. العدو غضب وهزم كل اللي في المدرسة قدام صاحبة المكان. لما شافت كده قررت إنها تتحداه بنفسها، بس الخصم كان قوي جدا، وقعها بضربة واحدة، ولأنه عايز يخلص بسرعة ركلها بره الساحة. وبرغم كده هي كانت رافضة تستسلم أو تسلم المدرسة. ده جننه أكتر وجرى عليها بكل قوته. وفي اللحظة الحرجة الراجل وقف الهجوم كله بصباع واحد بس. كل الناس اتصدمت. بعدها الراجل قاتل باسم المدرسة، والمفاجأة إن قوته كانت خارقة، وفي أقل من 5 ثواني الراجل هزم العدو بصباع واحد بس